يا ربي لك الحمد. زحام من النعم. هذه استعرت الكلمة ذي من خالد الشنيف، قلت بدخلها بالفيديو، عجبتني. النجوم اللي كنا نتمنى مرة في حياتنا كذا نسافر لهم ونشوفهم على أرض الواقع الحين موجودين عندنا بالطائف، الباحة، أبها، المدينة، القصيم، الرياض، الدمام. ما شاء الله يا رب لك الحمد. وين كنا وين صرنا؟ كيف سقف الطموحات ترتفع لهذه الدرجة؟ يعني عادي ممكن تقابله في الإشارة، فندق، مطعم، في البوفية. بوفية أتوقع لا، صح؟ أكل صحي وبوفيه مفتوح وكذا ملايين. يا ربي لك الحمد. وما نتكلم إلا باليورو الحين، عذرا يعني، اللهم لا حسد، ما نتكلم إلا باليورو. 150 150 يورو، 55 مليون، مليون طبعا، ركزوا على مليون يورو. يا ربي لك الحمد. هذا جمال الكورة. عارفين ليش؟ النجوم هذه أغلبها اللي جت لنا جابت معها أضواء وملايين الجماهير اللي قاعدة تتابعنا. بعضهم مشيرين لهم من البطولة العربية، بعضهم جايين مع النجم نفسه، بعض هذه النجوم عندهم متابعين أكثر من النادي حقه السابق. فلما يجي هنا ويوري الناس إنه إحنا ما نبغى نثبت، ولكن شيء جميل، تسويق، سياحة، سياسة، اقتصاد للدولة، لما يقول لهم إنه لا، دولة متحضرة وشعب مثقف وكريم وحياة كريمة ودوري تنافسي وقوة وفي مواهب، هذا إنجاز غير مسبوق. يا ربي لك الحمد. بكتبها فوق الفيديو دي. موضوع طويل ونتكلم فيه بعدين، لكن ندخل في صلب الموضوع. النجوم اللي وراي هذه، طبعا أنا أصور من الجوال فمو طالعين كلهم، في نجوم كثير ما شاء الله الحمد لله. مباراة النصر الهلال، هلال النصر، في نهائي ديربي يعتبر الأقوى في الشرق الأوسط. صعب جدا أنك تتكهن أو تتوقع نتائجها، بحكم أنها تعتمد على تفاصيل صغيرة كثيرة جدا. مهارة لاعب، اجتهاد، تفوق تكتيك مدرب على مدرب، مفاجآت تكتيكية، مين يقدر يمسك أعصابه في الزخم الإعلامي وهالجماهير وهالضغط النفسي. زمان لما يلعبوا مع بعض، لما يتقدم واحد الثاني ينهار نفسيا من قوة الضغط. لكن الآن هذه برضو ميزة، مع وجود هالنجوم اللي تعودت على النهائيات وعلى الكؤوس وعلى أن تمثل منتخباتها وتلعب في الشامبيونز وكأس العالم في كل مكان. المباراة بتلعب لآخر الدقائق، تلقى اللعيبة واقفة على رجلينها. نبي نستمتع طول المباراة ونبي نستمتع طول الموسم. تفاصيل بسيطة كذا، قراءة سريعة. المفروض في نهائي تدخل الفريقين متحفظة، تدرس الخصم، تلعب على أخطائه خاصة بداية المباراة. ولكن بما أنه خسس طرف في هذه المعركة، فالمنطق ما له مكان. خسس فيه جرأة غير طبيعية، معتمد على الضغط العالي بشكل أتوقع من أول الدقائق، توقعاتي كذا. خسس بيلعب ضغط عالي غير طبيعي، والنصر عنده مشاكل في إخراج الكرة بقلوب الدفاع، بالعناصر مو بالتكتيك. ولكن النصر بالمقابل لما لعب ببطولة اليابان خاصة، لعبوا قدامه فرق كبيرة وضغطوا عليه ضغط عالي غير طبيعي، وعرف يتعامل مع هذا الضغط. مين يبي يتفوق، مين يبي يثبت نفسه من البداية ويتسيد المباراة؟ كيف تبي تكون ردة الفعل لو عرف خيسوس يطبق الضغط وأخذ فرصة من البداية، جاب هدف مبكر؟ كيف ردة الفعل تبي تكون؟ كاسترو أحس أنه شايب أكثر من خيسوس، يلعب هادي ويلعب إلى آخر المباراة، وعنده أكثر من خطة وطريقة في المباراة. يعني مباراة فيها تفاصيل كثيرة، صعب أنك أنت يعني تقرأها، ولكن اجتهادات ووجهة نظر. لأنه يجيني بعض المرات سبنا في الكومنت، إذا خالفتك ترى مو معناه أنه يعني أنا ما أقرأ كف، يعني وجهة نظر. النجوم نبي نبدأ أول شيء من عند العقيدي اللي أنا ما أعطيته حقه نهائي، أنا بخصص له حلقة خاصة فيه. إنه مع كثرة هذه النجوم تقدر تفرض نفسك كلاعب محلي، لاعب سعودي، إذا كنت جدا مميز وثابت في مستواك وعندك الموهبة. أغلبهم عندهم الموهبة، ما صعدوا للفريق الأول اللي عندهم مواهب،
لكن الشخصية أهم شيء. الشخصية، كونك حارس في أخطر منطقة في الملعب وتلعب بهذه الدقة وبهذه الثقة تحت الضغط بالرجلين، هذه شيء يعتبر خيالي صراحة، نرفع له القبعة. وأتوقع أنه مستقبل الحراسة في المنتخب الله يوفقه إن شاء الله، الله يوفقه يعني على المدار البعيد. ما يزعلون مني الهلالية ويقول يوفقه في نفس المباراة، الله يوفقه دائما. هو لاعبتنا كلها ودورينا نبغى نظهر بأفضل صورة. في المقابل سافيتش اللي أشوفه أنا ما أدري إيش مركزه صراحة، هو المفروض إنه 8، هم متعاقدين معه على إنه 8، لكنه مدافع ومحور وصانع ومهاجم. يعني في بعض الهجمات هو اللي يقطع الكورة من منطقة 18 عند الهلال، وبنفس الهجمة هو اللي يجيب الجول. تبي ارتقاء ولا تبي إنهاء ولا تبي، لاعب ذكي جدا في التحركات. هذا يبغى له لاعب يجيبه من برا عشان يمسكه، يجيب لاعب رقم 12 غير المواهب الثانية ولا المواهب النجوم اللي موجودة الثانية. نفيز اللي من أول مباراة أثبت نفسه وصار مايسترو الوسط، توزيعه ورجله نظيفة. كوليبالي اللي كل يوم عن يوم أفضل، هو أساسا نجم قبل لا يجي لكن بدأ يتأقلم مع المجموعة. وفي المقابل ماني اللي بكرة يبي يستمتع في المساحات عند الهلال، ولاعب صراحة هو اللي بيطلع من كريستيانو أفضل ما عنده من يوم جاء النصر. هو اللاعب الوحيد اللي تحس إنه بيقدر يتواصل مع كريستيانو، لاعب ذكي ولاعب جماعي وفنان ومقاتل. الحلول كثيرة. بروزوفيتش اللي بالحلقة المفقودة عند النصر من زمان، مهندس اللعب اللي في نص الملعب، يلعب بثقة ويوزع ويتحكم برتم المباراة. صراحة المباراة جميلة، متشوقين لها، ومتأكد مو بأتمنى أنها تبي تكون قد الطموح، لأنه برضو بستعيرها هذه من واحد يوتيوبر والله ناسي اسمه، المفروض أكتب اسمه صراحة. يقول لك في ملايين المشاهدين الآن اللي جايين يتفرجون على مبارياتنا، خاصة أنه في 90 قناة، أكثر من 90 قناة الآن جاية جديدة تنقل الدوري خاصة عندنا. ملايين المتابعين اللي إلى الآن ما حدد ميوله، ما يدري بيشجع مين. فالمباريات هذه هي اللي تبي تحدد مصيرهم. ممكن يصير جمهور لك للأبد بالملايين بالجملة. نتكلم حنا من اليوم طالع ما نتكلم إلا بالملايين. تمنياتي للكل بالتوفيق. طبعا اليوم أول يوم في بداية الدوري الأمتع والأفضل، الدوري التاريخي، دوري روشن، وإن شاء الله بالليل بيكون حلقة خاصة للأهلي. صراحة ما أعطيناها حق الأهلي ومشتاقين له، ولكن الهزوجة اللي سويتوها يا الأهلي صراحة قاعدين تغردون برا السر. جمال ما بعده جمال. يعني المدرج اليوم بيكون جميل، صوت وصورة. لنا لقاء بالليل إن شاء الله. إذا أعطتوني مو صناعة، إذا أعطتوني باص باللايك وإعادة النشر والكومنت، أبقى أصنع لكم بالمستقبل صناعة خيالية. ما أستغني عن دعمكم. تحياتي.